لو انت عندك سؤال زي 3 plus 4 times 5، معظم الناس بتاخد الموضوع ده بالترتيب، لانهم بيعملوا ايه؟ بياخدوا 3 plus 4 فدي كلها كده هتطلع 7 times 5 هتطلع 35. لكن الحقيقه ان الحل ده مش صح. المفروض وانت بتحل تمشي على قواعد الماث. فالماث قالوا لك لازم تعمل التايمز الاول بعدين تعمل الحاجات البلس. فالمفروض الحل الصح يبقى ان انت هتعمل 4 times 5 الاول فتطلع 20، بعد كده تجمعها على 3 فهتطلع 23. ده المفروض على حسب القواعد الماث يعني اللي احنا عارفينها. والحقيقه انه بايثون بيمشي على القواعد دي. خلينا نشوف هنا كده مثلا. لو انت جيت عملت 3 plus 4 times اللي هي الاستريك times 5 وعملت run يطلع لك 23. بس لو انا عايزه يعمل لي الاول ال 3 plus 4، لو انا عايزه يجمع لي 3 plus 4 الاول، فالحقيقه بحط brackets بين ال 3 وال 4 زي ما انا كنت هعمل برضو في الماث. لو انا عايز اخلي ال 3 وال 4 هم لوحدهم يتعملوا فبحط الاول ده، فبقول له اعمل لي ده الاول وبعدين اعمل لي التايمز دي اللي هي الحاجات التانية. وقتها الاجابه اللي هي 35 دي اللي هتبقى صح مش هتبقى غلط. فلو انا عملت كده هنا برضو في بايثون تبقى 3 plus 4 times ال 5 بس حاطط brackets حوالين 3 plus 4 فعلا طلع لنا 35. فمهم انك تبقى عارف قواعد الماث ما تلخبطش فيها. التايمز والديفايدد الاول قبل البلس والماينس دي حاجات مهمه جدا. وحاجه تانية عايز اقولها لك هنا على السريع هي انه مش عارف خدت بالك ولا لا، لكن انا مش دايما بدوس على ران فوق عشان اعمل ران. الحقيقه ممكن تدوس على كنترول انتر عشان يعمل لك ران من غير ما تدوس فوق. لو انت من الناس اللي بتحب الشورت كاتس وما بتحبش تستخدم الماوس كتير والمفروض انت توصل للليفل ده عشان ايدك تنجز اسرع شويه، ف دي طريقه برضو ممكن تبقى عارفها. يعني تعمل كنترول انتر فهوبا يعمل لك ران على طول. ممكن تقعد تشتغل شويه في موضوع اللي هو الارثماتيك اوبريشنز على اساس انت تعود نفسك على الموضوع ده. فممكن مثلا 3 plus 4 وتايمز 5 مثلا divided 3. فالمفروض ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل الثلاثه دول الاول اللي هو 4 times 5 divided 3 الاول، ف 4 times 5 يطلع 20 divided 3 يطلع رقم غريب جدا جدا، وبعدين هيجمع عليه 3 فهيطلع رقم بكسور، هيطلع ديسمال كتير زي ما احنا قلنا فعلا. لكن لو انا كنت حابب انه اخلي هو الاول ياخد ال 3 وال 4 مع بعض فتبقى 3 plus 4 تطلع 7 وبعد كده هو هيعمل الاثنين دول ديفايد، فبرضه حاجه هتبقى صعبه شويه على مخي لازم اكتبها عشان اعرف احلها، لكن هيطلع رقم تاني خالص اللي هو 11.66. فالمهم انت تبقى عارف انه بايثون ماشي على ترتيب في الارثماتيك اوبريشنز بتاعته بيبقى ماشي على الترتيب بتاع ترتيب ماثيماتيكال. احنا ممكن نكتب هنا arithmetic operations are calculated in terms أو in rules of the mathematics. دي هي القاعدة الأساسية اللي بنتكلم عنها في الفيديو ده.